أعلنت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية الثلاثة في اجتماعها اليوم الاثنين إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق. وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن التحقيق سيكون في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل نظرا لتواجد رمضان خارج البلاد، كما أعلن إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق. وكان محمد رمضان قد نشر على حسابه بموقع تويتر: ما بسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال. وده فيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني نمبر 1 حبيبي ودافع الفنان حبيب قلبي نمبر 1 رمضان. انا مع الملك نمبر 1 محمد رمضان نمبر 1 حبيبي. والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابة الفنية المصرية والعربية تجاه هذه التصرفات. وكان قد تصدر الفنان محمد رمضان ترند مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل بعد أن أثار موجة غضب بعد تداوله صور له برفقة بعض المشاهير الإسرائيليين، وهم الممثل إيلاد تسيلا والمطرب عمير آدم ولاعب كرة القدم ضياء سبع. ونشر الناشط الإماراتي حمد المزروعي صورة الفنان محمد رمضان مع المغني الإسرائيلي الشهير عمير آدم قائلا في تغريدة له عبر تويتر: أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا. ولم ينتظر الفنان الإسرائيلي إيلات سيلا كثيرا لينشر صور تجمعه بالفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على مواقع التبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، معلقا عليه بقوله: الملك. وبعد ساعات قليلة من انتشار صور رمضان رفقة الممثل الإسرائيلي إيلاد والمطرب عمير، ظهرت صورة جديدة له مع لاعب الإسرائيلي كرة القدم ضياء سبع. ونشر اللاعب ضياء سبع صورة له جديدة مع الفنان محمد رمضان، وظهر وهو يقف ويشير بيده بعلامة نمبر 1 التي اشتهر بها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور القصيرة